عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة يا جماعة عاوز اتكلم عن موضوع انتقال امام عاشور للاهلي بعد ما الاهلي اعلن رسميا ان امام عاشور بقى لاعب في الاهلي ونزل جزء من البرومو. وانا شايف ان الصفحات الزملكاوية وكابتن خالد الغندور وقناة الزمالك والناس كل ده بيهروا كتير قوي في الموضوع ده. هو لاعب وخرج وراح نادي تاني، ده احتراف. وبعدين هما ماسكين في حتة ايه بقى؟ انت ماسك لي قوي في حتة مبادئ الاهلي وكابتن صالح سليم وشتم في كابتن صالح سليم. انا هرد عليك بالمنطق برضو واقول لك الفكره ايه. اولا امام عاشور لما عمل الفعل ده ولما شتم كابتن صالح سليم زي ما انت بتقول، ده كان لاعب في نادي الزمالك، يعني محسوب على نادي الزمالك. يعني المفروض انت اللي تحاسبه مش الاهلي اللي يحاسبه على الموضوع ده، لان هو كده في بيتك انت. فالسلوك اللي طلع منه ده بيدل عليك انت كنادي الزمالك. لكن هل امام عاشور بقى لما جه الاهلي ينفع يعمل كده؟ ما ينفعش طبعا، ولا يقدر يعمل كده في نادي الاهلي، لانه خلاص دخل سيستم نادي الاهلي، فخلاص بقى جزء من سيستم نادي الاهلي، فما ينفعش يطلع عنه. زي كهربا، هل كهربا في نادي الزمالك هو كهربا في نادي الاهلي؟ كهربا في نادي الزمالك خد الكوره بالعافيه، لعبها هو بمزاجه ضربه جزاء وضيعها صح، من غير ما لا المدرب قال له العبها ولا حاجه، هو خدها لوحده اتصرف بمزاجه. لكن في الاهلي الماتش اللي فات خد الكوره، سأل المدرب الاول، المدرب قال له طاهر هو اللي يلعب ضربه الجزاء، لعبها. دي نقطة، إن إمام عاشور لما عمل كده كان لاعب في الزمالك، يعني محسوب عليك أنت، يعني دي أخلاقه بتتحسب عليك أنت كنادي الزمالك يا عم. تمام كده. لكن جه الأهلي ما ينفعش يعمل كده. طب النقطة التانية أنت عاوز تفهمني اللي أنت زعلان على مبادئ الأهلي وكابتن صالح سليم أكتر من خوفك على نفسك وعلى أهلك. يعني مثلا أنا لما ينفع رئيس النادي كل يوم يطلع يقول لي أمك صاحبتي وحياة امك وده عند امك، وانا مش متضايق ان هو بيشتم في امي وزعلان ان هو بيشتم كابتن صالح سليم؟ يعني كابتن صالح سليم عندك اهم من امك بالمنطق كده؟ طب تعالى لحاجه، نقطه ثالثه. انت بتقول المبادئ وشتم، انت عندك لاعب رافع الجزمه في وشك، في وش جماهيرك، في متصوره فيديو ورافع الجزمه في وش الجماهير، ومش بس لاعب، ده بقى كابتن فريق. انت عندك واحد كل يوم بيهينك ورئيس نادي، وبتقول عليه الاسد وهو بياخد حقنا، وهو اصلا كل يوم بيشتمك، هو بيطلع عشان يشتمك بس. يعني كل يوم بيطلع عشان يشتمك، انت يقول لك انت مالك، انت مال امك وانت مبسوط. فما تقوليش بقى انت خايف على ايه، على كابتن صالح سليم واللي هو شتم كابتن صالح سليم. انا عارف يا عم ان الضربه توجع، عارف والله ان ضربه امام عاشور توجع، وهي مش توجع، دي تصدع. ضرب امام عاشور مؤثر وكان لعيب، وانتوا عمالين تقول ده زملكاوي ومش هيروح نادي غير الزمالك ويرجع. بس انت يعني انا عارف ان هي ضربه توجع، قول كده، قول لي ده والله ده ضربه وجعتني كزمالك وانا متضايق، اصدقك. لكن هتقول لي كابتن صالح سليم؟ ويا عم مالكش دعوه بصالح سليم، اشغل بالك انت بناديك. صالح سليم ده خليه للاهلي، احنا يا باشا صالح سليم ده بتاع، انت خليك لي في الاهلي. انا بكلمك بالمنطق اهوت. بالمنطق وبقنعك. وبعدين ده لاعب محترف جه نادي تاني، ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ اللي نادي فريق لاعب جه من نادي راح على نادي، شاغل بالك انت بكابتن صالح سليم ليه؟ يا عم خليك في اللي عندك، خليك اللي كل يوم بتسمع اهانه وبتسمع شتيمه وساكت. طب انا عاوز اسالك انت كزملكاوي بالمنطق كده وبالعقل، وانت احكم. لو انا لاعب كره قدم وعارف ان انا هروح النادي ده في استقرار، فلوسي هاخدها في ميعادها، في هلعب كاس عالم الانديه، هلعب افريقيا، هاخد بطولات تمام كده، بالمقارنه بنادي هروح هو اصلا نادي ظروفه حاليا واقعه، كل يوم هسمع سيره امي بتتشتم، ابويا بيتشتم، مراتي بتتشتم، مش عارف مين. لو انا مش على هوا رئيس النادي، يعني لو انا عملت كده اصحى الصبح الاقي نفسي بتشتم، وسلام ما باخدش فلوسي في ميعادها، وكل يوم النادي ما فيهوش فلوس، كل يوم كذا مفرغ. الاداره بتاعتك فرغت الفريق كره القدم من اللعيبه الكويسه اللي فيه، وانت مش عاوز تحاسب الاداره، جاي بتحاسب ايه؟ تقول امام راح الاهلي، بتحاسب الاهلي. الاهلي ماله يا ابني؟ الاهلي ماله يا حبيبي؟ انت فضيت الفرقه بتاعتك من اللعيبه الكويسه كلها. انت انت بعت امام عاشور، طارق حامد، بن شرقي، ساسي، غيرهم كتير. انت سبتهم اصلا، بعتهم ومشيتهم بمزاجك، الاداره هي اللي عملت كده، وفرغت الفرقه ووصلت للحال اللي انت فيه، اللي انت يعني لما بتتغلب 4 من الاهلي بتقول الحمد لله. طيب فانت بقى بدل ما تحاسب الاداره
لا، جاي ايه بتتكلم عن الاهلي وصالح سليم وامام عاشور. هو ده اللي مخليك كده يعني؟ ده اللي مخليك بتخسر؟ هو في رئيس نادي يطلع يقول لك انا بخسر بالسحر؟ في كرة القدم في العالم كلها كده يقول لك اصل عامل لي سحر وعم رجب بحة. رجب بحة ايه يا عم؟ مفيش الكلام ده. ده ما بيحصلش غير في نادي الزمالك. ده ما بيحصلش غير في نادي الزمالك، مفيش نادي في الدنيا يقول كده. فانت راضي بكده اللي انت تعلق على شماعة السحر، على شماعة مش عارف امام عاشور راح الاهلي، على شماعة مش عارف ايه؟ خلاص يبقى انت استحمل. انت راضي بحالك كده، والزمالك هيفضل كده. طالما انت بتتكلم في كده الزمالك هيفضل كده. لكن انت اتكلم بالمنطق كده. لاعب يروح النادي ده ولا يروح النادي ده بالظروف اللي انا حكيتها لك دي، هتلاقي نفسك لو انت اللاعب هتروح الاهلي برضه. هروح اخد بطولات ومستقر وكل حاجه. ايه اللي يخليني اروح اتهان واتشتم؟ ايه اللي يخليني اروح نادي اتهان واتشتم؟ لكن هتقول لي صالح، لا يا عم ما تشغلش بالك انت بصالح سليم. امام عيط وهو طالع من الزمالك ولا مش هرجع غير على الزمالك والكلام ده كله. دي بتاعته هو، مش بتاعتك انت. دي بتاعته هو حر بقى. يعني هو براحته عيط ورجع عليها مفيش مشكله. انا عارف ضربتين وحشين كهربا وامام، ضربتين بصراحه يوجعوا. بس انت خليك منطقي. خليك منطقي بس. تمام كده هتلاقي نفسك ارتحت وهنا حلو والدنيا كويسه معاك.